السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بعد ترند عمرو دياب ومحمد سعد اكتشفت ان احنا اساتذة في الهبد. ويلا ترند الحدث بتاع النهاردة. ما هي السوشيال ميديا في مصر من كتر السعادة والهنا اللي احنا عايشين فيه بقينا بنشغل بالنا باللي لينا فيه واللي ملناش، ونطلع بقى اشاعات للصبح. من وجهة نظري اللي ملهاش اي لازمة ان احنا عندنا الجزء التاني من محمد بتاع كشري التحرير، والترند هيخبط له شهر ولا شهر ونص لغاية ما يجيب الايفون ويركب عربيات ويشرب سجاير مستوردة. وده طبعا بسبب السوشيال ميديا في مصر، ده غير طبعا الفنانين اللي هيظهروا وهيركبوا الترند، وبعدها يظهر العوضي يعزمه في مطعم سمك، وبعد ما يختفي العوضي يبتدي بقى يتعزم في بيوت فنانين عشان يكسبوا حب الناس. وطبعا الاعلاميين في مصر هيخلوه يلف كل القنوات كعب داير، وقبل ريهام سعيد هتستضيفه عشان يألف 100 قصة ويجيب لنا كلمة من الشرق ومن الغرب وكان يوماني، ويجي محامي لسه متخرج اول امبارح ويقول له اعمل لي توكيل واجيب لك نص ثروة عمرو دياب. يجي شاب بقى يقول لك انا شغال ب 3 4000 جنيه 12 ساعة وما باخدش ربع المبلغ اللي عمله البني ادم ده بمجرد قلم اتضربه او بمجرد ترند طلع فيه، ويبقى ناقم على حياته وعيشته بسبب مديره اللي مطلع عينه طول الشهر وما بياخدش ربع الفلوس اللي البني ادم ده تقريبا خدها في شهر. فملخص قصته ان هو مش هياخد اي حاجة والقانون هيقف في صف عمرو دياب، ومنها اسباب كتيرة، منها زي ما اتقال ان هو اصلا ما كانش معزوم وانه مش من اهل العروسة ولا حتى من اهل العريس. وللأسف هي سلسلة معروفة ومتكررة ومجتمع لا بيفهم ولا بيتعظ ولا بيتعلم، وهنفضل طول عمرنا في مؤخرة العالم بنشغل بالنا باللي لينا واللي ملناش فيه. وما تستعجلش، يومين اتنين ومحمد رمضان يطلع يعمل عملة سودة ترند، فلوس، حب مصالح لناس وهدم بيوت وخراب لناس تانية. بعدها بيومين غزة فيها ضرب، يلا نرجع للمقاطعة تاني ونعمل فيديوهات تضامن. وخلال الفترة اللي انت مشغول فيها بعمرو دياب ومحمد سعد وبلاوي محمد رمضان والضرب اللي في غزة والمقاطعة، تبتدي بقى الدولة اللي انت عايش فيها ترفع اسعار الغاز والمية والكهرباء وارتفاع مرعب في الاسعار. هو ده السيناريو اللي ماشي وداير في وقتنا الحالي، واتمنى ان الناس فعلا ترجع لعقولها وتبطل تفاهة ونشتغل ونجتهد ونفكر في بكرة ده هيبقى شكله عامل ازاي. دمتم في رعاية الله وأمنه. سلام.